بيبدأ الفيلم مع اتنين من تجار الممنوعات وهم بيخلصوا صفقة في مستودع على الحدود بين ولاية كاليفورنيا والمكسيك، وفجأة بتهجم عصابة من 3 أفراد مقنعين عليهم وبيطلبوا منهم إنهم يسلموا شنطة الفلوس. ووقتها واحد من التجار بيكشف نفسه وبيحاول يفهم العصابة إنه ضابط مكافحة ممنوعات وكان جاي في مهمة سرية، وبيقدر يتعرف على واحد من العصابة من صوته وشكل عينه، وبنكتشف إنهم في الأساس أفراد شرطة، لكن هم مش بيهتموا بكلامه وبيخلصوا عليه وعلى كل اللي كانوا موجودين في المكان وبياخدوا شنطة الفلوس. وأثناء خروجهم من المكان بيلاحظوا إن في بنتين شافوا كل اللي حصل وبيحاولوا يهربوا، فبيجري أفراد العصابة وراهم علشان ينهوا حياتهم وبيفضلوا يضربوا نار عليهم، بس البنتين بيدخلوا للغابة وبيستخبوا هناك. وفي النهاية العصابة بتضطر تسيبهم وتمشي أول ما بيسمعوا صوت عربيات الشرطة. وبعد فترة بنشوف الضابط الفيدرالي مايك وهو بيجهز علشان يروح شغله، وبيعرف مايك من الأخبار إن في مظاهرات واحتجاجات بتطالب باحترام حقوق المكسيكيين قدام مقر الشغل بتاعه، فبيتضايق جدا وبيقفل التلفزيون وبيركب العربية بتاعته وبيتحرك. وبعد شوية بيوصل الشغل والمتظاهرين أول ما بيشوفوه بيكونوا متضايقين منه جدا وعايزين يهجموا على العربية بتاعته، لكن مايك بيقدر يبعد قبل ما يوصلوا له. ولما بيدخل المكتب بيقابل صديقه هيلتس وبيسلم عليه، ووقتها هيلتس بيحاول يهون عليه وبيفهمه إن الموقف اللي هو فيه ده مجرد مشكلة وهتعدي، وبيعرفه إن المدير سأل عليه وعايزه في مكتبه، فبيشكره مايك وبيسيبه وبيدخل يقابل المأمور بتاعه روجر، وبيفاجئوا روجر وبيفرجوا على فيديو ليه وهو بيتهجم على مهاجر غير شرعي مكسيكي وبيضربه بكل قوته. وبيظهر في الفيديو وهو بيقول كلام سيء جدا عن شعب المكسيك، وبيتكلم روجر معاه بعصبية وبيعرفه ان الفيديو منتشر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبيأكد له ان اللي عمله ده غلط كبير وهيأثر على شغله. وبعدها بياخده وبيروحوا للعمدة علشان يحضروا مؤتمر صحفي معمول مخصوص بسبب المشكلة اللي مايك عملها. وفي الطريق بيتكلم روجر معاه وبيحكي له على القضية اللي حصلت على الحدود من فترة، وان في 2 من العملاء السريين تم انهاء حياتهم فيها، وان المجرمين لحد دلوقتي مجهولين. وبيعرفوا ان كان في بنتين شافوا كل اللي حصل وهربوا من الشرطة والعصابة ساعتها، لكن من يومين اتقبض عليهم في المكسيك بتهمة السرقة، ودلوقتي هم محتاجينهم علشان يشهدوا في القضية القديمة. وبيبلغوا انه رشحوا قدام ضباط تنفيذ القانون علشان يتولى مهمة تأمينهم واحضارهم من المكسيك لأمريكا، وده لانه عايز يبعدوا عن الانظار الفترة دي لحد ما المشكلة بتاعته تخلص. وبيفهموا ان ده الحل الوحيد علشان يرجع سمعته تاني قدام الناس، وبيبلغوا انه لو رفض المهمة هيطرد من الشرطة، فبيضطر مايك يوافق. وبالليل بيروح الحانة مع هيلتس، وبيكون هيلتس قلقان جدا على مايك بسبب مهمته الجديدة لان ممكن يبقى فيها تهديد كبير جدا على حياته. وبعد شوية بيجي صاحبهم الثالث برينر، وبنعرف انه ضابط شرطة متقاعد وكان زميل مايك في الشغل، ولما بيعرف بمهمة مايك بيفضل يتنمر عليه وبيقول له انه لازم يقدم استقالته بدل ما يضحي بحياته. وبعد ما بيخلصوا سهرتهم بيروح مايك يركب عربيته وبيتفاجئ ان في واحد خبطها، فبيتعصب جدا وبيبقى عايز يضربه خصوصا لما بيعرف انه مكسيكي، لكن بيهديه هيلتس وبياخده وبيمشي. وتاني يوم مايك بيروح المكسيك وبيسلم السلاح بتاعه قبل ما يتحرك، وبيقابل الضابط كروز اللي هيبقى معاه طول مهمته، وبيروحوا يركبوا العربية وبيتجهوا للسجن اللي هيستلموا منه الشهود. وبعد شوية بيوصلوا وبياخدوا الشهود لارا وروزا وبيركبوهم العربية علشان يرجعوا لأمريكا. وفي الوقت ده مايك كان مبسوط جدا ومش مصدق ان مهمته خلصت بالسهولة دي، بس فجأة وبدون اي مقدمات بتظهر عربية على الطريق فيها 2 مكسيكيين متنكرين في هيئة ضباط. واول ما بيقربوا من العربية اللي فيها الشهود واحد منهم بيطلب من كروز انه يوقف العربية فورا، لكن كروز بيرفض وبيفهمهم انه ظابط زيهم. وفي اللحظة دي الراجل بيطلع مسدس وبيضرب كروز بالنار وبيخلص عليه، وده بيخلي العربية اللي مايك فيها تفقد توازنها على الطريق وتقف. وبعدها المجرمين بينزلوا من العربية بتاعتهم وبيفضلوا يضربوا نار على مايك واللي معاه، وبياخد مايك المسدس بتاع كروز وبينزل يبادلهم اطلاق النار، وفي النهاية بيقدر يخلص على المجرمين. وبسبب اللي حصل بيتصاب مايك برصاصة في بطنه وبتفقد لارا حياتها وبتنهار روزا من الزعل عليها. وساعتها مايك بيتصل بروجر وبيبلغه بالهجوم اللي حصل عليهم، وبيروح ياخد مفاتيح الكلبشات من كروز وبيفكها الروزا وبيطلب منها تروح تدور على شنطة اسعافات في عربية المجرمين وتيجي تساعده. ووقتها روزا بتمسك سلاح كان مع واحد من المجرمين وبتصوبه ناحية مايك، وبتكون على وشك انها تنهي حياته، لكن بتقرر انها ترمي السلاح على الارض تاني وتسيبه مصاب وبتمشي. ولما مايك بيفقد الامل ان حد ينقذه بتظهر روزا بشنطة الاسعافات وبتعالج له الجرح بتاعه، وبيتصل روجر بيه علشان يعرف مكانه ويبعت له دعم، بس روزا بتمنعه من انه يرد وبتفهمه ان لو حد عرف مكانهم هيبعتوا ناس تاني تنهي حياتهم. وفي اللحظة دي مايك بيفقد الوعي وبيفوق تاني يوم وبيلاقي نفسه متكلبش في السرير وفي واحد اسمه لوبو بيحرسه، وبنعرف انه يبقى ابن عم روزا. وبعدها بتظهر روزا ومعاها اخوها ميجل ضابط الشرطة المكسيكية، وبيعرف مايك انه في بيت روزا وانهم عالجوا له الجرح بتاعه وخرجوا منه الرصاصة، وبيتكلم معاهم
وبيفهمهم انه لازم يمشي فورا، لكن هم بيرفضوا وبيعرفوه ان حالته حرجه جدا وما ينفعش يمشي دلوقتي. ولما بيسالهم على التليفون بتاعه بتبلغوا روزا انها كسرته علشان ما يتواصلش مع حد تاني، وبتطلب منه يرتاح وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه مايك بينام، ولما بيصحى بيعرض على لوبو انه يفك له الكلبشات مقابل $500، لكن لوبو مش بيرد عليه وبيخرج. ووقتها روز بتدخل عليه وبتحط له الاكل وبتقعد جنبه. وفي الوقت ده هيلتس وبرنر بيدخلوا لروجر وبيسالوه عن مايك لانهم قلقانين عليه جدا بعد اللي حصل له، خصوصا انه ما تواصلش معاهم ومفيش اي اخبار عنه. وبيفهمهم روجر ان هو كمان ما يعرفش اي معلومات جديده، لكن بيطمنهم وبيقول لهم ان مايك شخص قوي جدا وهيعرف يتعامل مع اصعب الظروف. وبعد كام يوم روزا بتدخل تطهر الجرح لمايك، وبيتكلم مايك معاها وبيطلب منها تسمح له يعمل مكالمه واحده بس علشان المدير بتاعه يبعت له فرقه ترجعه البلد تاني، وبيعرفها انها لازم تروح معاه علشان تشهد على الجريمه لان ما بقاش فيه اي شهود غيرها دلوقتي بعد ما لارا فقدت حياتها. وهنا روزا بتبلغه ان اللي ارتكبوا الجريمه دول كانوا ضباط شرطه امريكيين مش عصابه زي ما هو فاكر، وبتحكي له اللي حصل ساعتها وانها سمعت ضابط مكافحه المخدرات وهو بيعترف على واحد منهم لانه كان شغال معاه. ووقتها مايك بيصمم اكتر على طلبه في انه يعمل مكالمه علشان يطلب المساعده، خصوصا ان وجودهم هنا بيعرض حياه عيلتها للتهديد. فبتوعده روزا انها هتفكر في طلبه وبتسيبه وبتمشي. وبعد شويه بترجع وبتفهمه انها قررت تروح معاه امريكا وتشهد في القضيه بشرط انه يحميها. ولما بيوافق بتسلمه تليفون وبتطلب منه يتصل بحد يجي ياخدهم. وبياخد مايك التليفون وبيتصل بروجر وبيديله العنوان اللي هم فيه وبيبلغه بالمعلومات اللي روزا قالتها له. فبيتصدم روجر من اللي سمعه وبيفهمه انه هيتصل بيه بكره ويبلغه بالطريقه اللي هيرجعه بيها، وبيقفل معاه وبيخبي مايك التليفون. وهنا ميجل بيدخل الاوضه ومش بيلاحظ اي حاجه، وبيعرف مايك انه جاب له لبس جديد علشان ينزل يتغدى بيه معاهم. واثناء ما كانوا بياكلوا ميجل بيشكر مايك انه انقذ حياه اخته، وبيبلغه انه بمجرد ما حالته تتحسن هو هينقله للحدود بنفسه، لكن روزا مش هتبقى معاه. وساعتها مايك بيتضايق وبيفهمه انها لازم تروح معاه وتشهد في القضيه، وبيتعصب ميجل عليه وبيطلب من لوبو انه يرجعه للسرير تاني ويكلبشه. وبعد الغدا روزا بتتكلم مع ميجل وبتحاول تقنعه انها تروح امريكا مع مايك لانها خايفه على حياتهم، لكن هو بيرفض لانه خايف عليها. وفجاه بيسمعوا صوت عربيه وقفت بره البيت، ولما بيبص من الشباك بيلاقي مجموعه من المرتزقه المسلحين نازلين منها، وبيتكلم واحد منهم بصوت عالي وبيطلب منهم يخرجوا له روزا ومايك. وساعتها ميجل ولوبو بيطلبوا من روزا وامها انهم يستخبوا فورا، وبيمسكوا الاسلحه بتاعتهم وبيستعدوا. وبيفتح لوبو الباب وبيصوب ناحيه المرتزقه وبيضرب نار، وبيقدر يصيب واحد منهم، وبتقوم بينهم حرب اطلاق نار شرسه. ولما مايك بيسمع الضرب بيطلب منهم يفكوه علشان يساعدهم، وبيروح لوبو يفك له الكلبشات، لكن بيظهر واحد من المرتزقه قدام شباك الاوضه اللي مايك فيها وبيضربه بالنار وبينهي حياته. وبياخد مايك السلاح بتاع لوبو وبيخلص على المرتزقه وبيفك نفسه وبينزل يساعدهم، وبينقذ ميجل من المجرم اللي كان بيحاول ينهي حياته. وبعدها بيكتشف ان الذخيره خلصت منه، فبياخد اداه حاده من المطبخ وبيخرج يهاجم اخر 2 من العصابه، وبيقدر ينهي حياه واحد منهم، اما التاني فبيهرب على اخر لحظه. وبسبب اللي حصل ميجل بيتصاب في عينه، بس بيقرر يوافق على طلب مايك ويبعت روزا معاه بعد ما انقذ حياتهم. وفعلا روزا بتودع عيلتها وبتركب هي ومايك العربيه وبيبداوا يتحركوا. وبعد شويه بيوصلوا للتليفون في الشارع، وبيكون مايك على وشك انه ينزل يتصل بروجر تاني، لكن روزا بتمنعه وبتتعصب عليه وبتفهمه انه كل ما يتصل بروجر العصابه بتعرف مكانهم وبتيجي علشان تنهي حياتهم، وبتطلب منه يتصل بحد تاني يكون بيثق فيه. فبيقرر مايك انه يتصل ببرينر ويتفق معاه انه يجي ياخده من على الحدود. وبعدها بيروحوا يقابلوا شخص بيهرب اللاجئين من المكسيك لامريكا، وبتسلمه روزا مبلغ كبير مقابل انه يعديها من الحدود هي ومايك. وبيوافق المهرب وبيتفق معاها انهم يقابلوه بكره بالليل علشان يبداوا رحلتهم، وبيقرروا ان هم يروحوا يقعدوا في فندق لحد تاني يوم. وبالليل مايك وروزا بيقعدوا ياكلوا مع بعض، وبتحكي له روزا ان كان عندها واحده صاحبتها اسمها انا بتعاني من الفقر هي وعيلتها، وانها كانت بتحلم ان هما الاتنين يروحوا يعيشوا في امريكا، فقررت تدفع فلوس لمهرب علشان يعديهم الحدود. لكن قبل ما يعدوا في 2 هجموا عليهم وضربوها واذوها لحد ما حياتها انتهت، بس روزا قدرت تهرب منهم وعدت الحدود لوحدها، وفضلت عايشه في امريكا من وهي عندها 16 سنه من غير اي ورق رسمي. وبتعرفوا ان ده حال كل المكسيكيين، وان امريكا هي الحلم اللي كلهم بيلجأوا له علشان يهربوا من الفقر والجوع. وهنا مايك نظرته بتبدأ تتغير تجاه المكسيكيين، وبيحس ان ظلمهم لما قال انهم شعب سيء. وتاني يوم بيصحوا على صوت حد بيخبط على الباب، وده بيقلقهم جدا، فبيمسك مايك المسدس بتاعه استعدادا لاي مشكله، وبيروح يفتح الباب بحذر شديد، وبيتفاجئ انه صاحبه هيلتس، وبيستغرب جدا انه قدر يعرف مكانهم. وبيفهمه هيلتس انه سمع مكالمته مع برينر
برينر وتتبع التليفون اللي هو كلمه منه، وخمن انه اكيد قاعد في فندق قريب منه، وفعلا تخمينه طلع في محله. وبيفهمه كمان انه مش لوحده وان برينر معاه، وانهم جم ياخدوه ويعدوا بيه الحدود علشان يبقوا في امان اكتر. ووقتها روزا بتقلق وبتحس ان في حاجه غلط، وبعد شويه بيروحوا يركبوا العربيه مع برينر، وبيمشي هيلتس وراهم بعربيه تانية علشان يامنهم. وبيفرح مايك جدا لما بيقابل برينر وبيبداوا يتحركوا، وبيفضل برينر يتنمر على مايك بسبب انه هيدخل امريكا بطريقه غير شرعيه، لان دي كانت اكتر حاجه هو بيكرهها. واثناء الرحله روزا بتلاحظ ان برينر حافظ الطريق كويس جدا، وبتبدا تشك فيه، وبتتاكد من شكوكها لما بتلاقيه لابس نفس الاسوره اللي فرد العصابه المقنع كان لابسها وقت الجريمه اللي هي شهد عليها. وبتبص لمايك بخوف شديد، وبيتكلموا بالمكسيكي علشان محدش يفهمهم، وبتعرفوا ان برينر واللي معاه هم اللي ارتكبوا الجريمه في المستودع. ووقتها مايك بيصدقها، خصوصا انه بدا يشك في تصرفاتهم من ساعه ما تتبعوا مكانه وراحوا له. وبيطلب من برينر ان هم يقفوا على جنب لانه عايز يتكلم معاه على انفراد. وبينفذ برينر كلامه وبيدخل للصحراء، وبيوقف العربيه وبينزلوا يتكلموا. ولما مايك بيحكي له ان روزا بتقول ان اللي ارتكبوا الجريمه كانوا ضباط شرطه، بيتوتر برينر وبيحاول يغير الكلام، وبيفهمه انه محتاج يرتاح بسبب الجرح اللي في بطنه. وبيجي هيلتس يتكلم معاهم وبيطلب منهم يمشوا من هنا، لكن برينر بيأكد له انه مكان مناسب، وبيفاجئهم وبيطلع المسدس بتاعه هو والسواق، وبيصوبوا ناحيه مايك، وبيطلبوا منه يسلمهم المسدس اللي معاه. وبيتكلم هيلتس مع مايك وبيعترف له بكل حاجه، وبيفهمه انهم ما كانوش ناويين يخلصوا على اي حد من العصابه، وانهم كانوا عايزين بس يدخلوا يسرقوا الفلوس ويخرجوا بهدوء، وده علشان ياخدوا حق بلدهم من تجار الممنوعات المكسيكيين اللي منتشرين فيها. لكن ضابط مكافحه المخدرات اتعرف على برينر، فاضطروا يتخلصوا منهم كلهم. وهنا برينر بيؤمر السواق بانه يروح يجيب روزا، وبيحاول مايك يمنعهم من انهم يخلصوا عليها، بس برينر بيرفض وبيصوب المسدس ناحيته، وبيفهمه انه لو عمل اي تصرف متهور هينهي حياته هو كمان. وساعتها هيلتس بيدافع عن مايك وبيتعصب على برينر، وبيمسك ايده علشان يمنعه، وبيقول له ان مايك صاحبهم ومستحيل يعملوا فيه كده. وبسبب اللي بيحصل بتخرج رصاصه من المسدس بالغلط وبتصيب هيلتس وبتنهي حياته. وبيستغل مايك انهم اتشتتوا، وبيضرب السواق وبياخد منه المسدس بتاعه، وبيصوبه ناحيه برينر وبيضربه بالنار وبيصيبه في كتفه وبيوقعه على الارض. وبعدها بيوجه المسدس ناحيه السواق، وفي اللحظه دي برينر كان بيحاول يمسك المسدس تاني علشان يضرب مايك بيه، لكن روزا بتهجم عليه وبتضربه. ووقتها السواق بيهجم على مايك، وبتدور معركه شرسه بينهم، وفي النهايه مايك بيقدر يمسك المسدس وبيضرب السواق بيه وبيخلص عليه، وفورا بيوجهه ناحيه برينر وبينهي حياته وبينقذ روزا منه. وفي الوقت ده بينزل سواق العربيه التانيه وبيضرب نار ناحيه مايك، بس مايك بيصيبه بالمسدس بتاعه وبيخلص عليه. وبيروح هو وروزا يركبوا واحده من العربيات، وبيقرروا يقابلوا المهرب اللي هيعديهم من الحدود. لكن قبلها روزا بتروح الصيدليه وبتجيب ادويه ومسكنات علشان مايك وبتديها له. وبالليل بيقابلوا التاجر، وبيتحركوا مع عدد كبير من المهاجرين الغير الشرعيين في شاحنه، وبيبداوا رحلتهم. وفي اللحظه دي مايك بيحس بمعاناه كل اللي بيحاولوا يهربوا من المكسيك لامريكا، وبيتضايق من نفسه جدا لانه كان دايما بيقول عنهم كلام سيء. وبعد شويه بيوصلوا لاقرب نقطه للحدود الامريكيه، ومع شروق الشمس بينزلوا كلهم من العربيه علشان يمشوا مسافه كبيره لحد الحدود. وبيبدا مايك يتعب من المشي بسبب الاصابه اللي في بطنه، وبيتفاجئ ان المهاجرين اللي معاه كلهم بيساعدوه وبيسندوه. واول ما بيوصلوا للحدود بيفرحوا جدا لان حلمهم اخيرا بيتحقق، بس فرحتهم مش بتكمل، وبيتفاجئوا بعربيات الشرطه بتحاصرهم من كل ناحيه. ووقتها مايك بيتكلم مع الشرطي وبيفهمه انه ضابط، وانه معاه واحده مطلوبه للشهاده في المحكمه الامريكيه، وبيقدر يدخل الحدود مع روزا بسلام. وبعد 5 شهور بنشوف مايك وروجر وهم خارجين من مؤتمر صحفي، وبنعرف ان الدوله كرمت مايك على نجاح مهمته وان تم منحه وسام الشرف. وبيتكلم روجر معاه وبيفهمه انه فخور بيه لانه خدم البلد وقدر يغير صورته قدام الناس بعد الموقف اللي عمله. وفي الوقت ده روزا واقفه كانت مستنياه وبتهنيه على التكريم، وبتعرفه ان المدعي العام قرر يديها الجنسيه الامريكيه كشكر على مساعدتها ليهم وشهادتها في القضيه. وبيفرح مايك جدا وبيقرر يعزمها على قهوه، وبياخدها وبيخرجوا. وانتهى فيلمنا، ويا رب يكون عجبكم، واللي حابب يتابعنا ويشوف بقيه الافلام يشترك ويفعل الجرس.